السلام عليكم أبناء الطلبة والطالبات، وأهلا بكم معانا في كورس الترجمة المستر ياسر السمان. إن شاء الله النهاردة حصتنا حصة صعبة جدا ومهمة جدا، واللي هيرتاح فيها هيكون مرتاح في الترجمة لبقية حياته. إزاي؟ إحنا النهاردة هنترجم حرف السين اللي هو سا أو سوف لن، وهنترجم كل معاني كلمة قد، مع إن إحنا قلنا ملهاش ترجمة، بس لو جاتني في العربي اتصرف معاها إزاي. وهنترجم لم ولن بتاعت اللغة العربية، يا ترى هتترجم إزاي معايا في الإنجليش. تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لك حرف السين في الانجليش اهو، اللي هو معناه سوف. السين دي هي اختصار لسوف، بتترجم ايه؟ مستقبل بسيط اللي هي ويل بكل بساطه. ستبني الحكومه، طب احنا هنجيب الحكومه في الاول هي الفاعل. تبني يعني بيلد، اللي هي ويل، يبقى الحكومه اللي هي ويل بيلد تبني. the government will build، الحكومه ستبني. a lot of schools، الكثير من المدارس، الحكومة ستبني الكثير من المدارس. يبقى اللي هي مين؟ ويل. طيب عكس سا اللي هي لن، اللي هي في قاعدة 19 اهي، احنا كنا في القاعدة 15 هننزل على 19. اللي هي لن، اللي هي سوف لن. سوف لن تترجم ازاي؟ اللي هي want. ازاي؟ لن افعل ذلك مرة اخرى، مش هعمل كده تاني في المستقبل. يبقى I want، هنا كانت will، هنا هتبقى want. I won't do that again، انا سوف لن افعل ذلك مرة اخرى. يبقى هعمل في المستقبل اللي هي will. want اللي هي مش هعمل، اللي هي سوف لن. في وسوف لن، اسمها كده ضحك، وسوف لن. will و want ترجمتهم بتكون على حسب الماضي البسيط. تمام. نخش بقى على بعد كده مين؟ قد ولقد، الحلوين دول. لقد في الماضي، وعندي حاجة تدل على الماضي زي yesterday. خليني في الماضي البسيط. عندي حاجة تدل على الماضي البسيط، خليني في الماضي البسيط مع لقد. ازاي؟ he telephoned me yesterday، لقد اتصل بي امس. اعتبر ان هو بيقول لك اتصل، شيل لقد. اتصل اللي هي ايه؟ تليفوند. امس دي هي اللي دلت على الماضي البسيط، لانها من الكلمات اللي دل على الماضي البسيط. he telephoned me yesterday، لقد اتصل بي امس. he telephoned me yesterday. طب ما عنديش yesterday، ما عنديش حاجه تدل على الماضي البسيط وسابها لي مفتوحه. يمكن الموضوع قديم جدا، يعني مضارع تام. ما دام ما عندكش يعني بدون اسم اشاره، يعني اسم يشير لزمن، مش اسم إشارة. هو الاسم اللي هو معناه هذا أو هذه، لأ، معناها اسم يشير لزمن. هنا كنا نقصد اسم يشير لزمن، مفيش اسم يشير لزمن زي الماضي البسيط هنا. لا، بدل ما اخد الماضي البسيط، لا، اروح واخد المضارع التام. The state has taken، هذا التصريف الثالث اللي هي لقد دي بقى. لقد ما دام مفيش عندي ماضي بسيط هعتبرها هذا التصريف الثالث. هنا في ماضي بسيط ويستر دي بتدل عليه، يبقى التليفون اللي فيها اي دي. لقد اهتمت الدولة بالتعليم، يبقى الدولة اسمها the state اهتمت. لقد اهتمت has taken great interest، أخذت great interest اهتمام كبير in education بالتعليم. طب لقد ساعد العلم الإنسان اللي هو المان، مش الرجل، الإنسان، على أن يحيا حياة مريحة. يبقى هنخليها العلم هنبدأ بيه لأن هو الفاعل science. هنا لقد مفتوحة بقى، ما عنديش وساعده امتى، هخليها ماضي مضارع تام. has helped على اساس ان العلم مفرد، لو كان جمع كنت قلت have helped. has helped man to live على ان يحيا comfortable life حياة مريحة. a comfortable life على ان يحيا حياة مريحة. يبقى لقد ساعد العلم الإنسان على أن يحيا حياة مريحة. لقد أصبح من الواضح، أصبح إمتى معرفينش، مفيش yesterday ولا كلمة تدل على الماضي اللي هي last و past. خلينا في المضارع التام. لقد أصبح من الواضح أن الإدمان هو وباء بليج، يعني وباء العصر age. يبقى it has become، أصبح من الواضح. ليه أصبح من الواضح؟ الواضح دي صفة كلير، وقلنا احنا قبل كده في القاعدة اللي كانت معانا من كام حصة
ان لقد دي ثواني اجيبها لكم اهي من الضروري، من الواضح، من اي حاجه، من السهل it is. تمام، فاحنا بنستخدمها دايما. هنا it بس مش هتاخد is، يعني هتاخد ايه؟ هتاخد has، على اساس ان احنا ما عندناش حاجه تدل على الماضي. it has become لقد اصبح become clear من الواضح that ان، وممكن ما نحطهاش على اساس ان احنا قلنا كلمه ان وان والحاجات دي ملهاش ترجمه. addiction الادمان، والادمان من الكلمات المطلقه اللي احنا قلنا عليها من حصتين فاتت، اللي هي ما بتاخدش ما بتاخدش اداه التعريف ذا، مش ذا ادكشن، لا ادكشن بس. هو يعني يكون، اللي ما بنكتبهاش في العربي. plague of the age، plague وباء of the age وباء العصر. اصبح من الواضح ان هو البليج اوف ذا ايج، الوباء بتاع العصر. اعتقد ان الجمله دي جمعت معانا كل الحاجات اللي فاتت تقريبا كده. تمام. طب القاعده 18 قد لو عايز اخليها تدل على ان شيء محتمل في المضارع هحط معاها may. قد وشيء يحتمل انه يحصل، قد يشهد هذا العام تطورات هائله نحو السلام. This year may witness، هذا العام قد مع الاحتمال اسمها may، مع الاحتمال في المضارع. This year may witness، هذا العام قد يشهد immense developments، تطورات هائلة towards peace. يبقى أنا عندي قد أو لقد بتاعت الماضي بس مقيد بالماضي البسيط، قد بس مش مقيد بالماضي البسيط، وعندي قد المقيد فيها مين؟ بالاحتمال في المضارع. بالاحتمال فين؟ في المضارع. طب احنا في اول الحصه ترجمنا كلمه لن اللي هي كان اسمها want. طب انا عايز اترجم لم. ايه الفرق بين لن ولم؟ لن دي اهي اكتبها لكم هنا، لن بتاعت المستقبل، لم بتاعت الماضي. الترين نفي، بس نفي في المستقبل، لن افعل، مش هعمل في المستقبل. لم افعل يعني ما عملتش في الماضي، يبقى لن للمستقبل، لم في الماضي. لم بتاعت الماضي اللي هي مين؟ اللي هي didn't. تمام. بس لما تكون didn't معناها ان هي مقصورة على الماضي. تمام. احمد لم attend يحضر my birthday party، حفلة عيد ميلادي. لم يحضر احمد حفلة عيد ميلادي، وممكن ابدا بيها هنا، بس ما ابداش didn't في الاول في الانجليش، بس ابدا بيها فين؟ في اللغة العربية. كان، ايه ده؟ هي كان لما يكون ماضي، حاجة في الماضي واستمرت. كان يعني حاجة كانت بتحصل واستمرت بس في الماضي، هعملها ايه؟ خليها ماضي مستمر. تمام. كان والدي يقرأ الصحيفة عندما دق جرس الباب. Dad was reading the paper، أبي كان يقرأ الصحيفة عندما the door bell rang، جرس الباب دق. وما تنسوش ان دي قاعدة when اللي هي بتقول ان قبلها ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط. طب الماضي المستمر هنا يكون معناه كان، بيكون معناه ايه؟ كان بتدل على استمرار شيء في الماضي. طيب ماشي، كان بس ما حددليش ليها زمن. كان وما حددليش ليها زمن، اعمل لها ايه؟ خدها لي يا معلم ماضي تام. ماضي تام. عندما وصلت للسينما كان الفيلم قد بدأ. يبقى كان الفيلم وقد بدأ، كان وقد مع بعض معناه شيء قديم خالص بقى، وانا ما عرفتلوش بدأ امتى فاعتبرته قديم جدا. اخد لها هاد زائد التصريف الثالث اللي هي الماضي التام. عندما وصلت الى السينما كان الفيلم قد بدأ. when I arrived، لما انا وصلت at the cinema الى السينما the film had started، كان الفيلم قد بدأ. يبقى أنا النهارده اخدت قد ولقد وكان ولم ولن، ازاي اترجمهم في اللغة الانجليزية. شكرا لكم، وكان معكم مستر ياسر السمان.